هاي صبايا، اهلا وسهلا بكنوز الميك اب تبعي. اوكي عم بمزح، مش هيدا هو موضوع اليوم. موضوعنا اليوم هو الترندز بال 2019 بالميك اب، شو لازم نعتمد وشو ما لازم نعتمد، وكيف نبين اكثر اب تو ديت بالميك اب تبعنا بال 2019. وعندي كمان فكره لإلكم، اذا حابين يعني اي حدا بيمرق عليه مشاكل، اي حدا بيمرق عليه ابس اند داونز، بس اذا بنتشارك مع بعض مشاكلنا ممكن نلاقي لها حلول، او على القليل نريح حالنا من جوا، لانه البنت بس تكون مرتاحه بتكون مبينه احلى. خلونا نبلش الفيديو. كثير بال 2019 بهم انه تكون البشره، يعني اللي عم يهتم ببشرته كثير بيستفيد، لانه هلا الترند انه اكثر نبرز بشرتنا، فاهتموا ببشرتكم. عم بستعمل كونسيلر من بورجوا هيلثي ميكس، هيدا هو. هيدا الكونسيلر حسيته كتير خفيف. نحن هلا بال 2019 اكتر شيء ترندينج هو الميك اب يكون كتير ناتشورال، يعني قديش بنخفف كل ما احسن، وهيدا الكونسيلر كتير خفيف. انتو شو اكتر كونسيلر بتحسوه خفيف وبتستعملوه؟ هلا من بعد ما تكونوا عملتوا هدول الاول ستيبس بالميك اب، بتحطوا لوس باودر او بودره حره لتثبتوا كل شيء. بعتقد لاحظتوا مثل ما انا ملاحظه انه الميك اب عندي هلا حطيت فونديتان وحطيت فاونديشن وحطيت كونسيلر وما بين ان حاطه شيء، يعني مثل كانه بس وحدت لون بشرتي، بوقت انه انا كنت حاطه البيسك اللي بنحطه الميك اب كل يوم. فماشيين on the right track. هلا كثير دارج بال 2019، ما بعرف اذا حدا عم انتبه انه هلا الحواجب بيكونوا مش كثير مخططين وكثير دقيقين، هلا دارج انه يكونوا ممشطين وعبايه، يعني يعتمدوا على شعر الحاجب. هلا انا حمشطهم وبس حعبيهم شوي لانه عندي شويه فراغات. اوكي سو حنستعمل اي شادو، بيجوا الوان ترابيه خفيفه لانه بدنا نعمل كانه مش حاطين ميك اب كثير، وكمان بدنا نبين حلوين. باليت من زويفا، فيكم تقووا، فيكم تخففوا، فيكم تعملوا شو ما بدكم. هلا بال 2019 دارج كل شيء مايل على التراب وفاتح، يعني مش انه بني غامق، لا بني فاتح، اشياء نيود، كثير دارج النيود. انا اصلا بحب الالوان، اللي بحضر فيديوهاتي بيعرف انه انا كثير بستعمل الوان ترابيه، بحس انه على كل المناسبات بيزبطوا. اي شادو اللي عم تحطوه كمان حطوا من تحت، خلوا يجي كانه العين كلها، يعني ترسموا عينكم بالاي شادو على الخفيف، يعني هيك مثلا. شفتوا كيف؟ لانه ما حنستعمل اي لاينر وما حنحط رموش. هذا الميك اب كثير سريع وبراتيك. هلا اوكي ما فينا نعمله هيدا بعتقد كل يوم على الشغل، اذا عندكم شغل او مدرسه او جامعه، بس انه عندكم هيك ظاهره بنهار العطله بيزبط معكم، وما بده اي لاينر. يعني مثلا تخيلوا عم تحطوا اي لاينر وانتزع الاي لاينر، ترجعوا تعيدوا الميك اب كله. اهين شيء هيدا فيكم تغطوا عيوبه دغري، ترجعوا بتعملوا بلندنج، تخلطوا الالوان كلها. حاستعمل هيدي الماسكارا، اكيد كلكم عرفتوا فيها، في عليها جود فيدباك وانا شخصيا كثير بحبها. بال 2019 كمان مش دارج كثير نشتغل على رموش، بس نعطيهم لوك ناتشورال، يعني مش نعمل كذا طبقة ماسكارا ولا نحط رموش. انا شخصيا كثير بحب احط رموش، بحس 2019 ترندز مش كثير ححبهم هالسنة. وهيدا البلاش اللي حاستعمله كرمال اللوك من مورفي، هو برونزر اكشلي. مش دارج ابدا ان نبرز الخدود بالوجه، يعني كل شيء يكون ناتشورال. هيك شيء مبدئيا، يعني شوية بلاش. هلا انا معودة كيف بحب ابرز خدودي انه اعمله بطريقة الكونتورينج. حنستعمل ليب لاينر كيكو وحنحط لون افتح منه بشوي. ال 2019 صرت قايله 100,000 مره 2019، بس ال 2019 فيها ترندز انه كل شيء يكون ناتشورال، حتى لو بدك تحط تون اوف ميك اب بده ناتشورال.
ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو. اذا عندكم اي فكره ان حابين اني انا اصورها، اذكروها بخانه التعليقات. واذا عندكم مشكله او حابين تخبروني شيء تاخذوا نصيحتي فيه كمان تقدروا تحكوني وبتعرفوا برد عليكم. وما تنسوا كمان تعملوا لي سبسكرايب لما يوتيوب تشانل وفولو لما انستغرام بيج. باي. إذا عجبكم الفيديو كبسوا هون وكل أحلامكم رح تتحقق، وإذا حابين تحضروا أكتر كبسوا هون.